كبروا ليبلغ تكبيركم عنان السماء. كبروا فإن الله عظيم يستحق الثناء. أكثروا من الأعمال الصالحة وتزودوا من ساعات هذه الأيام ولياليها، فهي التجارة الرابحة. واعلموا أن لله تعالى نفحات، فاستكثروا من الصالحات وتطهروا من دنس المعاصي والسيئات، إن العمر لا يعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. بما إن العيد على الأبواب قلنا لازم نعمل ميزانية للحوم ما تخرش المية. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا من الأفكار ومن الأسعار النهاردة بإذن الله. هنتعرف مع بعض إزاي نشتري لحوم العيد، وكمان لو حابة تجيبي فراخ هل الفراخ مضرة دلوقتي وفيها فيروس ولا لأ. تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تستفادوا من أفكارنا ووصفاتنا النهاردة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف يومنا النهاردة مش ازاي. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أول حاجة جبتها ودي حاجة مهمة جدا وبحبها، ولو تقدري تجيبيها هاتيها، وسعرها على قد الإيد، هي الماسورة. الماسورة أنا وريتها لكم ووريتكم النخاع اللي فيها. لو الماسورة فيها نخاع كده تعملي منها شوربة حكاية. فالماسورة دي أنا جبتها بصراحة، اديها لي كده مع اللحمة ببلاش، بس تقدري تجيبيها ب10 ب20 على حسب. فأنا جبت قطعة ماسورة كده هعمل منها شوربة إن شاء الله، وكمان هنتعرف مع بعض على تفاصيل أكتر وإحنا بنعملها. بعد كده جبت 1.5 كيلو من اللحمة. دي لحمة بلدي، أنا بحب أجيب اللحمة البلدي وبحب أجيب اللحمة الجملي. بصراحة ماليش في اللحمة المجمدة قوي، بس انتي برضو على حسب ميزانيتك. بس احنا بما اننا كنا عاملين صندوق للطوارئ فعاملين حسابنا في لحمة العيد، فصندوق الطوارئ طلعنا منه الفلوس وجبنا منها، اللهم صل على سيدنا محمد، 1.5 كيلو من اللحمة. انا جايبة اللحمة دي من الريش، تقدري تجيبيها من الرقبة، تقدري تجيبيها من اي مكان تحبيه، بس يعني انا بحب اكتر حاجة الريش والرقبة. فجبت 1.5 كيلو قسمتهم على كيسين، تقدري تقسميهم برضو على كيسين على 3 زي ما تحبي. انا جبت كيلو اللحمة ب400 جنيه، واللحمة الجملي القطع برضو حلوة جدا وسعرها 320 جنيه. بس انا جبت المفروم جملي وجبت للاكل لحمة بلدي. جبت كمان 1 كيلو من الدهن، ولو حابة تجيب الدهن اللي احنا بنستخدمه وبنخليه للاكل تقولي له انا عايزة دهن كلاوي. الدهن الكلاوي احسن قطعية في الدهن، بحيث ان هي تديكي يعني دهن كده زي السمن البلدي كريمي. فان شاء الله هقطعه معاكم. شايفين هو بيبقى عامل زي الفصوص كده، بيبقى حلو جدا وفي الاكل بيبقى برضو حلو جدا. وعملنا منه وصفات كتير جدا، منها الحلو ومنها الحادق، وعملناه يعني بينفع صحي جدا ومفيد جدا، وكمان سعره الى حد ما يعني معقول. هو الكيلو انا جايباه ب100 جنيه، يبقى اللحمة الكيلو منها ب400، دي اللحمة البلدي، والدهن الكيلو منه ب100 جنيه، ده دهن كلاوي. واللحمة الجملي الكيلو منها ب320 جنيه. فدلوقتي انا بقطع الدهن ده اللي هو الدهن الكلاوي وبقطعه قطع صغيرة خالص. انا عندي لسه دهن مسيحاه، فبالتالي مش يعني جبت الكيلو بس علشان انا مش عايزه اسيحه، انا عايزه اقطعه قطع كده واحطه في الفريزر، بحيث بقى في العيد ان شاء الله لو حبينا نشوح كده حته لحمه نشوح معاها حته دهن، لو حبينا نشوح حته كبده يبقى برضو فيها حته دهن. فانت لو هتجيبي كبده كمان بتجيبي الكبده بقى صبحه، يعني قبل العيد كده بايام بسيطه. بس انا جبت اللحوم بتاعتي وجبت الماسوره وجبت الدهن يعني قبل العيد، دول كده هخليهم للعيد ان شاء الله، مش هاجي جنبهم خالص. وانتي برضو على حسب ميزانيتك وعلى حسب مصروفك. شايفين يا بنات هنا النخاع؟ يعني ما شاء الله النخاع ده مفيد جدا، شوربة العظم مفيدة جدا، يعني حاولوا تستخدموها وتدخلوها في وصفاتكم، وكمان تحطوها في الفريزر. فانا جبتها كده وان شاء الله هوريكم برضو بعملها ازاي باذن الله. وبالنسبة للحمة الراس والكرشة والممبار والحاجات الجميلة دي، يعني احنا ملناش في الكرشة قوي، بس بابانا بس اللي بيحبها، فان شاء الله كده ايه ممكن نجيب 1 كيلو بس او نص كيلو على حسب. ولحمة الراس برضو ما تيجي تنقيها من عند الجزار نقي كده نوعية كويسة او قطعية كويسة، يعني علشان تاخدي قطعة كده يكون فيها لحوم كتير. فلو انتي مش مقدرة تجيبي اللحمة البلدي تقدري تجيبي لحمة الراس، بتبقى سعرها حنين شوية.
والممبار برضو يعني الممبار، بصوا يا بنات، كل واحد على حسب ما ربنا مقدره. طيب انت دلوقتي ميزانيتك لا تسمح اصلا ان انت تجيبي لحوم، مفيش مشكلة، هاتي فراخ، قضوها فراخ، وان شاء الله ربنا هيبعتلك رزقك ويبعتلك كيلو لحمة 2 كيلو لحمة زي ما ربنا يريد. انا هنا حطيت شوربة العظم على النار، المرقة يا دوبك غليت، وبعد ما المية غليت قمت نازلة عليها بالماسورة، سبتها بقى تغلي لحد ما بقت يعني النخاع نزل والعظم كل اللي فيه داب خالص. سبتها تبرد وحطيتها في اكياس، انا يا دوبك بس حطيت لها ملح وفلفل اسود، ما حطيتش اكتر من كده، وحطيتها في اكياس وحطيتها في الفريزر. وكمان عملت منها علب صغيرة كده على قد الوجبة، وعملناها برضو مع بعض قبل كده. وهنا دي اللحمة المفرومة، جبت كيلو من اللحمة المفرومة، دي لحمة مفروم جملي، بس انا كنت جايباها من قبل علشان عندنا في البلد مفيش جملي فبجيبها من بنها. فبجيب كيلو بحيث بقى ان انا اعمل عصاج، عملنا بقى شوية رقاق، عملنا اي حاجة. وكمان تقدري تجيبي نص كيلو بس وتضاعفي الكمية بتاعته، البصل رخيص دلوقتي والفلفل وشوية من الجزر، يعني هتعملي شوية اضافات حلوة جدا، وكمان هتوفر معاكي. بعد كده بقى وانا ماشية كده لقيت واحدة بتبيع فراخ بيتي، الفراخ ديت فراخ بيتي بس ما كبرتش معاها، يعني قاعدة معاها بقالها 40 يوم فما كبرتش معاها، فاضطرت ان هي تبيعها لانها احجامها صغيرة. كانت بتبيع الكيلو منها ب80 جنيه. طيب انت هتقولي لي دلوقتي الفراخ فيها فيروس؟ لا يا بنات، يعني الدكاترة بتقول ان مفيش حاجة اسمها فراخ فيها فيروس دلوقتي. ليه؟ لان في ناس كده زي ما تقولي ايه بتطلع اشاعات علشان لو حابة تزود سعر اللحمة او تزود سعر السمك، فبتقولك ان الفراخ فيها مشكلة وكده. لكن الفراخ يعني لو انت مش ميزانيتك تجيب لحوم مفيش مشكلة، هاتي فراخ وفرحي ولادك. وكمان يعني الحمد لله الفراخ سعرها ابتدى ينزل عن الاول، يعني انا ما شاء الله كانت الفراخ ب92 فكنت جايبة دي ب80، النهاردة وانا بسجل لكم الفيديو كده الفراخ ب84 جنيه. فتقدري تجيبي برضو وتفرزي، لو ميزانيتك تسمح تقدري تجيبي كمية كويسة من الفراخ بما ان سعرها رخيص. فانا جبت برضو هنا 3 فرخات، يعني ال3 عملوا معايا 4 كيلو على سعر 80 جنيه، فعملوا معايا حوالي 300 جنيه او كده. فجبت بقى الفراخ دي وقطعتها وخلينا مع بعض الفراخ اكتر من مرة. فانا دلوقتي خليت الفراخ، وبعد ما خليتها خليت الدبوس مع الكتف كده والجناح لوحدهم، هعمل منهم كده وجبة محترمة. وكمان خليت الصدر وخدت منه كده شوية استريبس حلوين، لان الصدور هنا صغيرة يعني ما عملتش معايا كمية بانيه كويسة، فانا بس عملت وجبة من البانيه ووجبة من الاستريبس. وكمان جمعت البطاحات بتاعة 3 فرخات في وجبة، يعني ما شاء الله عملنا كميات محترمة جدا. بصوا يا بنات، انا عايزة اقول لكم على حاجة، يعني انت تقدري تجيبي كمية قليلة وتمشي بيتك وتمشي العيد على حسب ميزانيتك. يعني انا دلوقتي كنا احنا المفروض كلنا واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ان احنا عاملين حسابنا في بند لحوم العيد. طيب انا مش مقدرة اجيب لحمة بلدي للعيد، مفيش مشكلة، ربنا يقدرك، هاتي لحمة جملي او هاتي لحمة مستوردة، يعني اللحمة بتاعت الجيش وكده في ناس بتشكر فيها جدا، فتقدري تجيبيها وتستخدميها. طيب انا ما اقدرش اجيب لحوم وكده، يعني اللحوم غالية عليا، سواء بقى ب250 سواء ب300 سواء ب400، انا مش هقدر اجيب لحوم. فاعمل ايه؟ هاتي فرخة، هاتي فرخة وقسميها وفرحي ولادك واعملي منها وصفات جديدة. اهم حاجة تبدعي وتعملي وصفات جديدة ومختلفة علشان ولادك يحبوا الاكل ويستمتعوا بيه. لو وصلتوا لحد هنا يلا بينا ندعي لاخواتنا في فلسطين، هم محتاجين لدعائنا جدا، خصوصا في ال10 ايام بتوع ذي الحجة. كثفوا الدعاء يا بنات، ادعي لهم في قيام الليل، ربنا يا رب يفك كربهم وكربنا وكرب الامة كلها، اللهم امين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أهل غزة خاصة، اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وأن تعيد لهم الأرض المقدسة، وأن تجعل المسجد الأقصى حرا شريفا آمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أمين يا رب. يبقى احنا دلوقتي نقدر نجيب فرخة أو فرختين على حسب برضو ميزانيتنا. يعني لو انا اسرتي كبيرة ومش هقدر اجيب مثلا كيلو لحمة مش هيقضيني، لا انا ممكن اجيب فرخة او فرختين، وبالتالي هيعملوا معايا كمية كويسة واقدر امشي بيهم العيد برضو مفيش اي مشكلة خالص. بصوا يا بنات، انا هتكلم معاكم بصراحة، والكلام ده انا اول مرة اقوله.
انا كنت زمان يعني من اول ما اتجوزت على طول كنت بفضل الله بضحي كل سنة، فكانت اللحمة دي موجودة عندي باستمرار. بما اني انا بضحي فباخد تلت الاضحية، فكان بيبقى عندي بقى اللحمة والدهن والكرشة والممبار وكل حاجة. فبالتالي كانت ميزانية اللحوم دي ما كنتش بفكر فيها خالص، لان الفريزر دايما كان مليان. يعني اللحمة كانت بتقضينا طول السنة، لاننا كنا بنضحي والولاد صغيرين، فما كناش بناكل بكميات كبيرة زي ما الولاد كبروا دلوقتي. طيب حصل ظروف وما قدرتش اضحي بعد كده، الميزانية ما بقتش تظبط معايا، ما بقتش اقدر اضحي لاني كل حاجة غليت، وانا الى حد ما ميزانيتي على قدي، ما بقتش اقدر اجيب او اشترك في عجل او اضحي في خروف او حاجة زي كده. ابتديت اعمل ايه؟ كان في ايام ربنا يعلم ان ما كانش في اصلا عندي فراخ، وكان بيعدي عليا العيد وانا ما عنديش اي حاجة خالص، بس كنت متأكدة ان ربنا هيبعت لي رزقي. كان دايما كل سنة يجي لي كيلو 2 3 لحد ما الزنقة فكت. فحتى لو انتي ما عندكيش مقدرة تجيبي لحوم ولا حتى فراخ، قولي يا رب. الاستعانة بالله هي أهم حاجة في الحياة. ربنا هيرزقك وهيكرمك وهيديكي، ويعني بس خلي عندك يقين كده إن ربنا مش هيسيبني. والله كان زوجي يقول لي إن شاء الله دلوقتي ربنا هيبعت لنا كيلو لحمة، أبص ألاقي الباب بيخبط. كيلو لا بالظبط، احنا هيجي لنا السنة دي 3 كيلو، يجي لنا ال3 كيلو. خلي عندك يقين إن ربنا هيبعت لك اللي انت عايزاه، اللي تطلبيه، وخليكي طماعة مع ربنا. فربنا كريم قوي. ويعني الحمد لله ربنا عمل العيد والأضحية دي علشان الناس اللي مش مقدرة تجيب لحوم تقدر تاكل لحوم ويبقى عندها لحوم. انا بقولك الكلام ده ليه؟ علشان دي عن تجربة. فلو انت يعني انت شايفة ناس جايبة لحمة، شايفة ناس بتعمل حاجات حلوة كتير وقطعيات غالية وبتعمل حاجات جميلة جدا وبفتيك ومش عارف ايه، ما تبصلهاش. ارضي باللي ربنا قاسمهولك، هيديكي اضعاف اضعاف. فنحمد ربنا، نطلب منه، ندعيه دايما. واهم حاجة ال10 ايام دول ما تفوتهمش يا بنات، وخصوصا يوم عرفة الدعاء مستجاب جدا. يعني مرضتش اتكلم معاكم في بند اللحوم كتير اللي هي بند الفراخ عشان احنا قسمناها كتير قبل كده، بس حبيت اتكلم في تفاصيل بسيطة ممكن في ناس بس من فئة معينة هي اللي تخلي بالها منها، الناس اللي بتتفرج عليكي وهي مش قادرة تجيب الحاجات دي. فيعني في حاجات كتير انا مش بعرضها معاكم، بحاول اعرض على قد وصفات على قد الايد، بحيث ان تبقى الميزانيات مش مكلفة، خصوصا في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي. فاهم حاجة الرضا، اهم حاجة الاستغفار كتير، الاذكار كتير، الطاعة، التقرب الى الله بقى بالعبادات، بالقرآن، بالاذكار، بكل حاجة. صلوا على النبي كتير يا بنات، اذكروا الله كتير، وان شاء الله بيوتكم دايما تبقى عمرانة بالخير والبركة. كل عام وانتم بخير، واشوفكم ان شاء الله في يوم جديد من ايام طباخة مصرية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.